أخبار بطولة. أعلنت العصبة في بيان تأجيل انطلاق البطولة إلى 12 سبتمبر وتمديد الميركاتو إلى 25 غشت. يجتاز اللاعب أمين الودغيري الفحوصات الطبية استعدادا للتوقيع مع نادي المغرب الفاسي. يقترب النادي كذلك من إتمام التعاقد مع اللاعب عبد الله حيمود. أعلن الجيش الملكي تعاقده مع المدافع أيوب أيدخصو لثلاثة مواسم. قام نادي نهضة بركان ببيع عقد اللاعب يوسف ضايو إلى نادي صلال القطري. توجه اللاعب العلود إلى البحرين لإتمام التعاقد مع نادي الخالدية البحرين لموسمين لتنتهي فكرة عودته للبطولة. يجرى اليوم لقاء بين الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي في أكاديمية الأخير على الساعة 6 مساء. في تصريح لأيت بنا عن ملف يحيى جبران قال الرئيس: توصلنا إلى اتفاق نهائي، الوداد التزم بوعوده لكن اللاعب لم يلتزم، ما جعل القائد السابق يرد على ما اعتبره كذب بمنشورين على انستغرام. كما نشر عطية الله كذلك منشورا في نفس السياق. فهل هي نهاية عودة الحرس القديم إلى الوداد؟ أعلن أيت منا كذلك عن بيع عقد اللاعب جمال حركاس إلى أحد الأندية السعودية.